نيجي بعد كده للصينيين اللي ليهم الفضل في تطوير الورق حوالي سنة 105 ميلادية، ومعاهم ظهرت الطباعة الخشبية. كانوا بينحتوا الكتابة والصور على خشب وبيطبعوها على ورق. يعني من الآخر الصينيين دول كانوا سابقين زمان زي دلوقتي بالظبط. بس اللي جه بعدهم هو اللي عمل الثورة الحقيقية، يوهان جوتنبرج في ألمانيا، اللي اخترع المطبعة في القرن ال15. الكتب بقت في متناول كل الناس مش بس الأغنياء. وفي الآخر التصميم الجرافيكي مش مجرد فن، ده كان وسيلة للتواصل والحفظ التاريخ والتعبير عن الأفكار. من نقوش الكهوف للكتب المطبوعة لحد تصميمات السوشيال ميديا النهاردة، التصميم الجرافيكي كان دايما جزء أساسي من حياتنا. لو عجبك الفيديو ده لا تنسي الاشتراك لو كنت على اليوتيوب، وإياك تنسى الفولو لو كنت على التيك توك. أما الانستجرام يا عيني عليه، يا سلام يا سلام.